السلام عليكم احبائي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير من ضمن السلسله ديال جلسه مع سناء ولا قهوه مع سناء بحال مره. دردشه اليوم غتكون على واحد الموضوع، موضوع مهم بزاف بالنسبه لي انا، وكنتمنى يكون مهم بزاف بالنسبه لكم حتى نتوما ولا الاغلبيه منكم. عندو قهوه نتوما ولا اتيو اجي جلسوا قدامي نجمعوا شويه. المهم الفيديو ديال اليوم هو بناء على التعليق ديال واحد الاخت قالت لي في واحد الفيديو قبل الاخر اللي قلت فيه بانني نهار كله انا كنجري مشاكل الطوموبيل تخسرت لي، انا ماشي على جدي الخدمه وانا كنتكافص وكلشي. اولا غادي نقول لك الاخت اللي قلتي لي بغيتي المساواه، وخذ هذه هي المساواه. ما نقدرش التعليق هو في التليفون، انا كنصور في التليفون ما نقدرش نقلب عليه، ولكن بلا ما نقرا التعليق كامل. الاخت قالت لي كنتي في الدار مثلا، انت اخترتي تكون خدامه وانت بغيتي المساواه، يلا خذ. المهم بهذا المعنى هذا، ماشي بهذه الطريقه، اسمحوا لي كلمه بدلتم، ولكن بهذا المعنى هذا. كنقول لهاد الاخت هذه كنقول لها انا ما اخترتش المساواه، انا خلقت جبات مساواه، المساواه كبرت فيها، خلقت فيها، تربيت فيها. كنت كنبغي نعاود لكم شحال هذه يعني باش تعرفوا عليا اكثر، التاريخ ديالي شويه، ديال عائلتي، والديا. نقول لكم انا جيت من واحد الاسره عاديه بسيطه متواضعه الحمد لله. على كل حال يعني كنا ما خصنا حتى شي خير. وكان با واحد السيد، با ما كانش قاري، ماما كانت كتقرا في المدرسه ديال الممرضين ولا الممرضات في الرباط في ديك العهد قبل ما تولدني حتى انا، يعني في الستينات كنظن، ولا في الستينات كانت كتقرا في الرباط في المدرسه ديال الممرضات مع طبعا مع الناس اللي كانوا شحال هادي كيقراو، يعني كانوا ناس نسبه قليله ديال النساء اللي كتقرا في هذاك الوقت هذاك. المهم باش نقربكم مني اكثر، ماشي يعني افتخار ولا شي حاجه، طبعا كنفتخر يعني بالتاريخ ديالي وديال عائلتي وكلشي، ولكن كنبغي نقول لكم بانني بنت واحد الانسانه ماما الله يرحمها كانت في الستينات، يعني قبل ما تولدني انا بشحال كانت كتقرا في المدرسه ديال الممرضات في الرباط، وماشي في المدينه، حنا من القصر كبير، وكانت كتقرا في الرباط، وكانت كتقرا موراها كانت ممرضه، وكانت كتقرا موراها المولده، يعني قابله اللي كتولد النساء. وصافي تزوجت ببا، وبا قال لها صافي يعني انت ما غادي يخصك حتى شي خير، الحمد لله كان الخير موجود وكلشي. وهو ما كانش كيبغي انها تبقى تمشي وتجي تبقى تمشي يعني تكمل قرايتها في بلاصه واحده اخرى، او انها تخدم. كانت ممرضه في ذاك الوقت يعني وكتقرا، وعارفه بانها تبقى تضرب ليبرا، يعني يجوا عندها رجال ضربنا ليبرا. كتعرفوا يعني رجال القدامين ماشي بحال الرجال ديال دابا، واخا دابا باقي كاين ناس رجال كيغيروا على النساء ديالهم، ولكن با الله يرحمه كان كيغير عليها بزاف، كيغير عليها واحد الدرجه. وكيقول لها انا نحقق لك كل حاجه، يعني النهار اللي تحس بانني ما مهار شي فيك او ناقصك شي حاجه، ديك الساعه نحقق تهضر ونحقق تقول مثلا بغيت نخدم ونرجع لخدمتي ولا شي حاجه. وهي قبلت ديك الوضع، يعني هي ما حسيتش بان تحكم ولا شي حاجه. كانت ماما واحد الانسانه مسالمه الله يرحمها، ندعيو معها في اليوم هذا الله يرحمه ويوسع عليها مسكينه. كانت واحد الانسانه مسالمه، يعني ما كتصعبش الامور، كتوافق على اي حاجه يعني كيطلبها منا شي واحد، خصوصا با يعني يمكن كيقول لها ما غادي يخصك حتى شي خير، يعني جلس في الدار ربي وليداتك. با هكا كان كيشوفها. والناس القدام يعني انا كنقدر نفهمهم، يعني الناس القدام كانوا كيفكروا في شكل اخر، ما كانش عندهم ديك، واخا ولاد اليوم كتجبرهم فيهم هذيك المساله هذيك التحكم، ولكن كتجبرهم مثلا كيخاف من النجاح ديال المراه، كيخاف تكون احسن منه، ولكن با ما كانش عنده ديك المساله هذيك. كان المساله ديال انها مثلا غادي تخلينا حنايا، غتجيب لنا اللي ربينا، ما غتربيناش هي بيدها، بغا ان مراتو يعني تربي وليداتها بيدها وتجلس، ما كان عندها حتى شي مانع. وكما قلت لكم واعده بانها غتعيش عيشه مخيره، ونهار اللي تشوف بانه مقصر معاها من حقها تشكي ومن حقها ترجع لخدمتها. المهم ديك الساعات صافي جلست هي ما كملتش قرايتها، كما قلت لكم كانت كتقرا مولده النساء، بغات تبقى تولد النساء وديك الشيء قابله كما كنقولوا، ولا في اللوسكن ديال الهولنديه بالنسبه للناس التابعين هنايا. كما قلت لكم با جلس ماما من الخدمه، ولكن ماشي هو دائما واحد النوع يعني واعي متفتح يعني من الرجال. وملي جلسه هي ما ندمش لانه زعما صافي يعني هي تنطط له جلست وكل شيء، وما ندمش يعني حتى من الناحيه الماديه وشي حاجه، لان دائما كان ما خصنا حتى شي خير الحمد لله. يعني ما كانش عندي ديك الاحساس ديال انني جلستها هي ما كتعاونيش ولا شي حاجه على الزمان، ولكن بحال اللي حس يمكن حس بالذنب ما كانش كيبينو، ولكن بغانا حنا نقراو. اصلا هو ما قراش، ماما كانت قاريه مزيان وهو ما قراش، ولكن تبارك الله كان كيعرف شويه الفرنسي، كان كيهضر بالاسبانيولا، كان واعي يعني، واخا ما قاريش كان واعي بزاف.
وكان كيعرف يكتب طبعا وكيعرف يقرا شويه ماشي بزاف، ولكن بغى يعوض فينا هذاك الشيء كامل. بغانا حنايا نكونوا احسن من الناس، نكونوا احسن منه، نكونوا احسن من ماما الله يرحمها. يعني عموما كان ديك الفكره، هو واحد يقول حتى هو جلس مراته يقول مثلا لا بنتي حتى هي خصها تكون سيده بيت او ربة بيت، او لا تربي وليداتها وتجلس في دارها ما عندها ما تعمل بالقرايه ولا شي حاجه. وهذاك هو السبب اننا كنتزوجوا معطلين شويه، خصوصا انا. يعني اختي سمية كما كتعرفوا جوات كاليفورنيا، يعني تزوجت شويه صغيره، هي صغيره مني وعندها وليدات دابا وتزوجت صغيره، ولكن انا تزوجت سن 27 سنه. لان طبعا كانوا كيخطبوني كل شيء بالحق كان دائما برافض المساله ديال الزواج ديالنا، خصوصا حنا باقيين كنقراو. كان كيموت على القرايه وكان كيموت على المستقبل ديالنا وكيبغينا نكونوا احسن ناس. مشيت للجامعه وما كانش رافض مساله الجامعه، ولو انه كان النوع اللي ما ينعسش اذا ما نعسناش حنا قدامه، اولا ما طفاش الضواوي وشد الباب ديال الدار وطلع علينا وغطانا عاد كيمشي ينعس هو. ولكن اذا اضطريتي انك تمشي للجامعه اولا شي حاجه على المستقبل ديالك ولا قرايتك، يبقى يبكي هو كل نهار عليك، ولكن ما يقول لك شي لا. الله يرحمه مسكين في هذا النهار حتى هو دعيو معاه. المهم بغيت نقول لكم بانني انا اصلا جيت من واحد الاسره متفتحه الحمد لله. يعني ماشي انا يعني كنت مضغوط عليا، وملي تزوجت بغيت نخدم وبغيت نحقق الاحلام ديالي والطموحات ديالي. حتى الناس اللي تبارك الله البنات اللي هكذا كنت حتى هما كنشجعهم كنحييهم، يعني يحققوا يعني كل حاجه باغيناها في الدنيا. ولكن انا من التربيه اللي تربيتها انني يعني خصني نكون انا كما كتعرفوا يعني قريت القانون، وكنت كنتمنى نكون محاميه وما كتبش وماشي مشكل الحمد لله. عندي عوضت بخدمه واحده اخرى ماشي مشكل ومساحه مزيانه فيها. ولكن ديك التعليق ملي جاني ديال بحال ديك هكا بوك رجلك جابوك، واحد المثل كيعجبني كنت كنسمع واحد صاحبتي مراكشيه، هكا بوك رجلك جابوك، يعني انت بغيتي تخدم وها. ولكن كنقول انا للاخت هذه كنقول لا، واخا كنت ربات بيت، واخا كنت ما خداماش، واخا كنت عندي غير شي رونديفو مثلا بغيت نمشي له، كنت غادي اتخسر الطوموبيله ديالي وغنمشي على رجلي وغنمشي في الطوبيس وغنشكي لكم وغنقول لكم هاد الطوموبيله خاصه، يعني ما عندها حتى شي علاقه بالخدمه. والمساواه كما قلت لك، انا المساواه انا خلقت فيها وكبرت فيها وتربيت فيها، وانا ماشي من ديك النوع اللي يقدر يكون ربة بيت. قلت لكم 100 مره انا فخوره بالحياه ديالي، انا ما سامحاش في ولادي، ما سامحاش في راجلي. كنخدم بارت تايم الحمد لله. انا في هذه البلاد تقدر تخدم يومين في السيمانه، 3 ايام في السيمانه، نص نهار، ما تخدمش النهار كامل. انا كما قلت لكم كما سبق قلت لكم انا كنخدم كنخرج مع اولادي وكنجي مع اولادي، وبعد ما كنجي قبل منهم، ويومين في السيمانه يعني في وسط الاسبوع يومين ونصف في السيمانه وانا في الدار. يعني كنسهر على الخدمه ديالهم وكنوجد لهم كلشي اللي باغيينه. كنت خدامه فول تايم تكون مساله صعيبه، وعندي وليداتي غنكون شويه سامحه فيهم لانهم كيحتاجوا لي طبعا. ولكن انا اخترت مادام عندي 3 العيال وعندي مسؤوليات، يعني اخترت انني ما نخدمش بزاف ولكن ما نجلسش في الدار. كنحيي كل مرة كل ربة بيت، لان ربة بيت حتى هي مهنه ماشي سهله، لانها صعيبه بزاف وما فيها لا كونجي ولا نهار الراحه ولا منضه ولا حتى شي حاجه. فكر كيما هنايا في هولندا ما كاينش فاكانسي خيرد، ما كاينش داتين دوماند، ما كاين حتى شي حاجه، يعني ما كتجازاش عليها مسكينه. ولكن كنت كنتمنى كنت نقدر نكون ربات بيت. عمري ما نقدر نكون ربات بيت، انا خدامه. الطموح ديالي كنحقق ذاتي بالخدمه ديالي. والحمد لله عندي راجل اللي كيشجعني هذه المساله هذه، كيعاونني في بزاف د الحوايج، هو اللي كيشجعني بانني نحقق الطموحات ديالي ونكمل فيها. وعندي طموحات اخرى ان شاء الله كثيره غادي نعاود لكم عليها من بعد. يعني انا كنحس براسي كنشوف راسي انا ما خلقتش باش نكون ربة بيت نهار كله كنسهر على الراحه ديال راجلي ووليداتي وانا بلاش. لا، انا كنحقق الذات ديالي في الخدمه ديالي. وقريت انا كنشوف اي وحده مع احتراماتي الناس اللي هما اختاروا انهم يجلسوا في الدار باش يربيو وليداتهم، اولا ما باغيينش يخدموا اولا ما محتاجينش يخدموا، كيشوفوا بان صافي ما محتاجينش بلاش، كنحترمهم. وكان باش ما نجيبش شي تعليقات بانني هاجمت شي وحدين، انا ما كنهاجم حتى شي واحد، كنهضر على نفسي بوحدي. كنقول انا كنحس راسي انا ما خلقتش باش نكون غير انسانه يعني ماشي فعاله في المجتمع هذا. يعني كناكل وكنشرب كنربي وليداتي وكنسهر على الراحه ديال الراجل ديالي وصافي. لا، انا ماشي من هذاك النوع، انا متمرده كما كيعرفوني بزاف. كنحب الحياه، كنحب العمل، كنحب الاجتهاد، كنحب النشاط. انا كما قلت لكم شحال هذه انا واحد النوع ديال اذا كنت ربات بيت انا متاكده كنت غنكون دائما طاقه سلبيه، غير كنعاس، غير معصبه، غير حتى الخدمه هي اللي عامله لي يعني نظام في الحياه.
كنحس بالحلاوه ديال الويكاند، كيجي السبت والحد كنفرح، كنحس بالحلاوه النهار اللي ما كنخدمش فيهم، كنحس بالحلاوه ديال العطل، وهذوك هما اللي كيخليوني نعيش يعني نتمتع بالحياه. وطبعا الايام ديال الخدمه حتى هي كتخليني نتمتع ونستمتع يعني بالخدمه. شنو هي كونتاكت مع الناس، الفلوس اللي كتجيبهم يعني بيدك، يعني ما كيعطيهملكش شي حد، هذا كله كيفرحني وكيسعدني في حياتي. كما قلت لكم المراه ما تهاجمش المراه. كنتمنى كنرغبكم ما تعاودوش تهاجموا النساء، يعني هاجموا الرجال براسكم معهم. ولكن ملي كتقولي انا بغيتي المساواه واخو داكشي اللي كيوقع لك مزيان حوفيك، احساس يعني شويه قبيح. علاش؟ لانني ماشي انا حيت بغيت المساواه عليا كنتكافص. اي كل حاجه ما غاديش نقول انا خدامه انا عايشه يعني واحد الحياه ايديال. يعني عندها كل الخدمه عندها الايجابيات والسلبيات ديالها. الخدمه عندها الايجابيات والسلبيات ديالها. ما كنشبعش نعاس طبعا بحال الناس. ما كنشربش القهوه ديالي دائما في خاطري. ما كنقدرش نجمع داري فوقاش ما بغيت واخا عندنا النظام طبعا الحمد لله حياتي. ولكن كنحاول اكثر حاجه نركز عليها انني انا راجلي ما نقصو حتى شي حاجه، ولادي ما ينقصهم حتى شي حاجه. هادو الحمد لله انا حريص على هاد المسائل هادو. ولكن ما تقولوش بان المراه بغات المساواه. هذه ماشي مساواه، هذه كما قلت لكم مساواه هي انني مثلا كنطيح ونوض وباغي نخدم وكنتقاتل وداكشي. لا، انا خلقت قريت كما تقرايتي جبت راسي كنخدم، جبت راسي بان انا الحياه عندي هي بنادم كيقرا ملي كيخلق كيكبر شويه كيبدا يقرا كيكمل قرايته كيخدم كيحقق ذاته. عندي العادي، هذا العادي في الحياه ماشي اللوكس. بزاف الناس كيشوفوا هذا اللوكس بالهولنديه لوكس، ولكن هو ماشي لوكس. هذه الحياه العاديه. الحياه العاديه انك كتعمل حاجات يعني في الحياه ديالك. والانسان كما قلت لكم اللي كتختار انها تكون ربة بيت الله يوفقها والله يعاوننا. وباش تكون ربة بيت كما قلت لكم ماشي سهله. انا جربتها، جلست انا في الدار واحد المده ولكن ما قدرتش عليها بالحق. كما قلت لكم ما نبقاوش نهاجموا بعضياتنا. حاولوا تكونوا يعني كلامكم من عسل، كلامكم من ذهب. ما تسناوش يعني اي فرصه. يعني شي وحده ما نشوفهاش كاع هما في الفيديوهات ديالي ولا في التعليقات ديالي وتجي شي نهار تقولي بغيتي المساواه حوفيك. ما عندها حتى شي علاقه بالمساواه. كما قلت لكم ممكن انا نكون مشيت نجيب شي حاجه وانا ربة بيت ماشي نجيب شي حاجه طوموبيله تخسرت لي، ولا هنايا في هولندا هنايا عندنا مواعيد كثير ولادنا، الرياضات ديال ولادنا، انشطه، مواعيد ديالنا. يعني الطوموبيله كتحتاجها واخا ما تكونش خدامه. حاول تقول لي هذا مزيان، هذا شفتي فيديو ديالي، حاول تركز على الحاجات الايجابيه في الفيديو. انا واخا كنعاود لكم شي حوايج عمري ما بكيت وانا في شي فيديو كنبكي كنقول لكم طوموبيلتي خاسره. انا كنقول لكم طوموبيله خاسره وموراها كنجي وكنقول لكم انا طيبه البيصاره ويلاه معايا تصوتوا في الانتخابات وكنعطي طاقه ايجابيه حتى في الظروف الصعيبه في حياتي. هذه حاولوا تكونوا ايجابيين، حاولوا تقولوا هدايات مزيونين، حاولوا تكونوا حتى نتوما نشيطين، نشيطات وفعالات في المجتمع. حاولوا تعملوا شي حاجات مزيونين في حياتكم. انا كنفتخر بالنساء البنات او النساء اللي لهنا ولا في اي بلاد في المغرب ولا في هولندا هنا ولا اي حاجه في اي بلاصه. كنفتخر بالنساء اللي واخا ما خدامينش ربات بيوت، اختاروا يكونوا ربات بيوت وفي نفس الوقت كيعملوا انشطه، كيخدموا متطوعات، كيتحركوا، كيعملوا رياضات، عندهم كونتاكت مع الناس. يعني خارجين من القوقعه ديال الدار والولاد والشغل وطاعه الزوج بلا قياس. هذه انا كنركز عليها بزاف. طاعه الزوج ربي كيوصينا عليها، ولكن ماشي طاعه الزوج بلا قياس، لان حتى انت انسانه وحتى انت روح و يعني ماشي غير جسد وصافي او غير اذن صاغيه لديك الراجل. حاول تكون فعاله في المجتمع، حاول تكون تحقق الكيان ديالك، تحقق الحريه ديالك، الشخصيه ديالك. حتى شي واحد ما غاديش يحقق لك. خليك تكون فخوره بنفسك وخلي الزوج ديالك يكون فخور بك، عائلتك تكون فخوره بك، وليداتك يكونوا فخورين بك. انا كنسمع من بزاف الامهات اولا من الاطفال يعني ديال ولاد ديال ناس اخرين، كنسمع بانهم مثلا كيقولوا لي شنو خدامه، كنقول لهم شنو خدامه ولا شي حاجه، كيقولوا لي سعداتك ماما ما كتعمل حتى شي حاجه. اولا كتجبر ولادي مثلا يعني ما كيسقسيوهم شي حاجه في المدرسه، هذا بدون فخر، هذا الشيء بدون فخر، هذه الحقيقه. ولادي مثلا في المدرسه او في شي بلاصه اخرى كيسقسوهم شنو كتعمل ماما ولا شنو كيعمل باك، يعني فخورين يعني بالطموح ديال الوالدين ديالهم. وثيقوا بيا يعني العيال كيكونوا واخا تكون الام ما خداماش ولا الاب ما خدامش وفعال في المجتمع، يعني كيعاون في شي حاجات ونشيط وكل شيء، كتجبر الولاد حتى هما فخورين بوالديهم، ماشي غير الخدمه بوحدها ولكن
عملوا الحاجات اللي تخلي ولادكم يفتخروا بكم، ما تخليش ولادكم كيحشموا منكم وما راضيينش بكم. لان بزاف الناس كتعرفوا هنا في هولندا يعني بزاف الناس عايشين على المجتمع بالاوتكين، يعني بالشوماج وبمرضي وما خدامينش ونهار كلهم ناعسين وغير مشاكل في الدار وغير كتجبر ديك العيال تاهما معقدين، ماشي فخورين بوالديهم، يعني ما كاينش نشاط، ما كاينش با مشى للخدمه ماما جات من الخدمه، يعني الحياه ديالهم شويه ممله. وهادشي انا كنشوفه وكنعيشوا مع ناس اخرين، وديك الشيء كنقول لكم خليكم يعني يفسخوا بكم ولادكم والاجيال اللي ما جاوا، الاجيال اللي كاينه في هذه الساعه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وكنقول لكم انا الخدمه ديالي جزء مني، واخا تقطع لي لحمي تجلسني في الدار وتربطني في السناسل، غادي نشوف كيفاش نحل هذوك السناسل ونمشي نخدم الخدمه ديالي، لان كما قلت لكم الخدمه هي جزء مني، انا ما نقدرش نتخلى عليها، ما نقدرش نعيش انا بلا خدمه. واخا ما بقاش في الخدمه هذه جباني في خدمه واحده اخرى، الا لا طافتني الظروف، كنت في شي بلاد انني صعيب انني نخدم ولا شي حاجه. الحمد لله هنا في هولندا يعني كاين تسهيلات، كاين بارت تايم، كاين العيال كيمشيو يجيو بوحدهم من المدرسه مثلا، كاينين يعني انشطه مول المدرسه، كاينين بزاف ديال الحوايج، يعني كاين تسهيلات انك تخدم وانك تحقق ذاتك. عليها كنقول يعني المراه ما خصهاش تفكر فاسا شويه، ما تفكرش غير في اللي دايره بها، وخليو التعليقات ديالكم دائما مزيونه. نعطيكم غير مثال ديال ماما الله يرحمها ملي جلست من الخدمه ودات عليها سنوات، داكشي كانت يعني هي كما قلت لكم ما كانتش كتشكي، ولكن انا كنت كنشوف في العينين ديالها، كنشوف شويه ديال الندم ملي كتشوف هي كانت كتلاقى مع صحاباتها. شحال هادي كان في الاول ديال مي وقفات وديك الشيء كانت كيجيو عندها صحاباتها وديك الشيء، يعني اللي كانوا كيقراو معاها، وحده طبيبه ديال وحده مفتشه يعني في سبيطارات ديال الشمال كامل اولا سبيطارات ديال المغرب، اولا وحده يعني طبيبه ولا جراحيه ولا شي حاجه، وحده مديره في شي كلينيك ولا شي حاجه، كانوا كاملين صحاباتها. يعني كنت كنحس بشويه ديال الندم في العين ديالها، ولو انها يعني ماشي النوع اللي كيقول لا، يعني هي قالت لا، قالت لبا واخا نجلس في الدار، وكانت يعني صافي فرحانه وعاجبها الحال. وفي نفس الوقت كنت كنحس بها بانها يعني كتقول شو صحاباتي فين وصلوا وانا ما حققتش هذاك الشيء اللي وصلوا له هما، لان كون تزوجت بشي راجل اخر يمكن كنتحقق داك الشيء. حيت الراجل حنايا خصنا تكون شخصيتنا قويه بزاف، وراجل بامكانه اي راجل اللي كيتزوج يعني بشي وحده بامكانه اما يحطمها، كاين الراجل اللي يقدر يطلع المراه للقمه، وكاين الراجل اللي يقدر يهبط المراه للحضيض، وكاين الراجل اللي يقدر يمشي مع المراه في المستوى ديالها، يعني على حسب الرغبه ديالها وهي شنو باغيه. هادوما الانواع ديال الرجال اللي كاينين. والنساء كما قلت لكم كاينه المراه المطيعه والاذان الصاغيه، وكاينه المراه المتمرده اللي كتبغي تحقق ذاتها وكيف ما كانت الظروف وكيف ما كان الراجل ديالها. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، انا كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وكنتمنى يكون الموضوع ديالي مفيد شويه، مفيد بواحد الناحيه ديال الطاقه الايجابيه وديال المراه اللي خصها تحقق ذاتها وتحقق نفسها، ويكون شويه رد يعني مقنع للانسان اللي قالت لي بغيتي تخدم وها حوفك. وبالنسبه بغيت نقول لكم حاجه واحده قبل ما نشوف هذا الفيديو، كنت نقول لكم سلامه، ولكن تفكرت اني نقول لكم عباد الله حنا عايشين في 2019 داخلين على 2020. عرفتوا شنو يتسمع شي واحد كيقول كلمه المساواه وانت بغيتي المساواه ولات اوتوماتيك. المساواه ما بقاتش كنقلبوا عليها اولا كنوضوا خصنا هذه باش نحققوا المساواه، خصنا هذه باش نعملوا مساواه ولات اوتوماتيك في الحياه وفي الانسان نفسه. ملي كيخرج كما قلت لكم كيكبر كيقرا كيجبر راسو كيخدم كيجبر راسو صافي مساواه، كيجبر راسو بحال الراجل. يعني مابقاش ديكشي حنا كنحققوه غير ديك الناس اللي عايشين تحت الارض اولا ديك الناس اللي عايشين يعني في البوادي ولا في القرى اللي شويه واخا بزاف منهم ولا وصلوا لشي حاجه، اللي باقين يعني عايشين في المراه حاشاكم وديك الشيء. اما في الحياه العاديه في المدن في الدول الاوروبيه كما حنا عايشين هنا، ولكن انا متاكده كون كنت عايشه في المغرب مع كلشي غنكون تحت الصباط اولا موافقه انني مثلا اللي قال لي الراجل نقولوا واخا سي السيد، انا كتعرفوني كما انا. ولكن يعني حشومه نقولوا حنايا بغيتي المساواه بغيتي تخدم. نتمنى ما نكونش طولت عليكم كنحماق عليكم، هذه غير دردشه شويه معكم لان كنت وحشه مره. نتلاقاو في فيديو المجي ان شاء الله. بسلام عليكم وباي باي.